مشروع حليب بلادي يدخل في اطار استراتيجيه ديال التنميه المستدامه ديال سنترال دانون، المتجهه خصوصا للفلاح الصغار. الحاله الثانيه من هذا المشروع اللي كيهدف الى تنميه الفلاح الصغير. كيفاش غيتم هذه التنميه ديال الفلاح الصغير؟ على 3 محاور: المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، والمحور البيئي. المحور الاقتصادي، هذا المشروع اللي غيهم في هذه المرحله دي 10000 فلاح. في المرحله الاولى كانت 1600، دزنا 10000 فلاح. سنترال دانون عندها منضوي معها ما بين 45 حتى 50 الف فلاح على الصعيد الوطني، كلهم منضويين تحت جمعيات وتحت تعاونيات. وهاد الفلاحه الحمد لله حنا في هذه المرحله هذه غنتاجوا ل 10000 كما قلت لك 10000 فلاح منضويين تحت 170 تعاونيه. الشق الاقتصادي تحسين الانتاج ديال الحليب، مساندة الفلاح، مواكبة ديالو على أرض الواقع من طرف التقنيين ديال سنترال دانون باش يتعلم ونحسنوا من الإجراءات اللي كيتم بها إنتاج الحليب، يعني النظافة ديال القطيع، النظافة ديال الأواني اللي كتستعمل بها كيتجبد فيها الحليب، التقنيات ديال تربية الأبقار الحلوب، التقنيات شنو هما الجوده ديال الكلاء اللي كيتعطى لهم، جوده المياه، كيفاش خص يكون الكوري، كيفاش خص تكون الماكله، كيفاش خص يكون الاهتمام الصحي بالقطيع. هذا الشق اللي غنسميناه الشق الاقتصادي اللي كي عنده النتيجه ديالو الاولى هي والمهمه هي تحسين جوده الحليب المنتوج، وايضا من الرفع من المنتوجيه ديالو، المردوديه ديالو، حيت الفلاح كل ما باع من الليترات ديال البقره كل ما غيدخل يتحسن الدخل ديالو. هذا هو الشق الاقتصادي. فيما يخص الشق الاجتماعي هو المسانده ديال الفلاحه في بعض المناطق، فيما يخص مثلا التمدرس ديال الاطفال الصغار. اذا كانت هناك امكانيه ولا كانت هناك بعد على المدارس الموجوده في المحيط، غنجهزوا بعض المواقع في اطار قرب من التعاونيه، قرب من الدوار، باش يكون على الاقل واحد المسانده في التمدرس عن طريق روض او عن طريق السوع الاضافيه، او مهم يكون واحد السند من طرف سنترال دانون والتقنيين ديالها للمسانده في التمدرس. ايضا هناك تحسيس واشراك المراه القرويه اللي كتهم عندها واحد الدور مهم في السلسله ديال انتاج الحليب، حتى هي كندخلوها نشاركوها في هذه العمليه التحسيسيه والمواكبه عن طريق دورات تكوينيه. فيما يخص الشق البيئي، عندنا مثلا تدوير النفايات اللي كتخل في الضيعه. لازم نكونوا مهتمين بهذه النفايات اللي كتنشا اي سواء البقره سواء يكون عندنا الحظيره، ايضا خصنا نهتموا بها، لان كيكون هناك نفايات من البلاستيك، نفايات من العود، نفايات من بزاف من عديد الانواع اللي يجب ما تكونش عند التخلص منها بطريقه محافظه على البيئه. عندنا واحد الشق مهم فيما يخص البيئه ايضا، هو ان الابقار بطبيعتها اذا كان عندها واحد الكلاء والماكله ديالها ما مقاداش، كيكون عندها الافرازات ديال الميثان اللي كيأثر سلبا على المناخ، يعني كتكون واحد النتيجه غير جيده. اذا كان واحد المراقبه، واحد الاختيار ديال الكلاء، واحد اجراء كيدار بطريقه تقنيه وعلميه، كنقصوا من هذه الافرازات اللي طبيعيه اللي كتاثر سلبا اذا ما كانتش مدروسه، كتاثر على المناخ. عندنا ايضا تثمين وتطوير وسائل تقنيه كالطاقه الشمسيه مثلا لانتاج الطاقه اللي لازمه للضيعه. خص تعرف ان الحليب خصو الثلاجه خصها الضوء، دونك الضوء خصو الا ما خداش، الا خدا من السيكتور راه يخلص عليه. ولكن الا ساعدناه عن طريق الطاقه الشمسيه او الطاقات المتجدده الريحيه، الا كانت المنطقه فيها الريح، نقدروا نعملوا واحد البتي موتور يعني ايوليان، الامور كتمشي بسلاسه. واحد المنظومه مندمجه اللي كتهم جميع ما يخص الفلاح. هذا الشيء كلشي خصو يرجع بالنفع للفلاح، لانه غيحسن من الظروف المعيشيه ديالو، غيكبر ايضا الانتاجيه ديالو، وايضا كتكون مسانده الماديه. العجله دابا الان كتسوى ما بين 27 حتى 30 الف درهم. يعني باش تشري عجله حلوب راه خص يكون عندك الفلوس، خص يكون عندك واحد الكم ديال المال. هذا الكم ديال المال في اغلب الاحيان عند الفلاح الصغار ما كيكونش متوفر. اش كنديروا حنا مع سنترال دانون؟ عندنا واحد الشراكه ما بين التعاونيه وما بين سنترال دانون والقرض الفلاحي. كنعطيو كنجيبوا واحد القرض للفلاح اللي ما تيخلص فيه حتى حاجه هويا، تنجيبوا ليه العجله، حنا كنكونوا ضامنين هذا القرض هذا، كياخذ هو العجله كيبدا يستثمرها، كتبدا تعطيه الحليب، ومن الحليب اللي كيبدا يعطي كيدفع للشركه، كتتم قطاعات
يعني شهريه اللي كنخلصوا بها العجله. يعني بالنسبه للفلاح من عند واحد سنتين او 3 سنوات ولا كانت المردوديه مزيانه كيخلص البقره ديالو اللي كتولي ديالو هو ما خلص حتى حاجه من الجيب ديالو. ليه هنا كنحاولوا نخلقوا واحد الدوره ايجابيه اللي يستافد منها الفلاح ويستافد منها المنتج ويستافد منها المجتمع كامل. الا نمينا هاد الفلاحه كلهم في هذا الاطار هذا ولا الفلاح قائم بذاته، اولا تيبقى كيبقى في بلاصتو، كيبقى محافظ على الضيعه ديالو، كيقدر اوسي يعطيها يخلفها يورثها الصغار ديالو ولا الشباب حتى هما باش يدخلهم في هذه المنظومه الايجابيه. هذا الشيء ايضا تيكثر انتاج الحليب، وهذا الشيء اللي كثرنا انتاج الحليب كنوصلوا للهدف الاسمى اللي هو السياده الوطنيه فيما يخص المواد الغذائيه وفيما يخص مادة الحليب بالخصوص.